خلنا اقول لكم شغله ونوضح شغله عن مصر. مصر في صوره مو واصله للناس، مو الكل. الزقرت يعرفونها يعني ما يحتاج، والمحبين مصر عشاق مصر بالكويت واجد وبالخليج. في فئه معينه وصلت لهم صوره سيئه منو؟ من السيئين اللي يروحون مصر، اللي هذا من لوبي للوبي طاق لي قميص وقاعد يغازل ومربي لي زلفه، عباله شباب صابغ لي اياهم، كله صبغ بصبغ تقول جوتي، والله كنا نيو بالانس وجهه، ورايح لهناك يغازل من لوبي للوبي، ومن اعوذ بالله من سهره لسهره. هذا يوصل صوره سيئه. تجي تسولف وياه تقول له انت شنو شفت بمصر؟ شاف اللوبي. عمي انت فاليه، انت فاليه، انت تشيل جناط. انا بس ودي اعرف يعني انت شنو. اما الناس المحترمه، الناس الراقيه، يعني فندقنا اللي رايحين له احنا عائلي، حتى يعني امي وابوي يسالونهم عن عقد الزواج. هذا شنو من ادب وشنو من اخلاق. فندق صاحبه سعودي، هذا مو بس هو، واجد فنادق، واذا تاجر لك شقه ولا هذا. المهم هذا شيء تنزل فيها مكس بين القديم والتاريخ والثقافه والاهرامات والاسواق القديمه وسط البلد والحسين والمساجد والجوامع، وفيها مكس جميل. مو 5 ستار، 7 ستار، من فنادق ومن مجمعات وكامباوندات. كامباوند هذا المجمع سكني، هذا بالمناطق الجديده اللي هي زايد والتجمع وال شيء فخم 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 ما تشوفه. يعني انا رحت اقول لكم على الاماكن اللي زرتها، رحت لندن، رحت تركيا، ما يجون ربع مصر من التنوع اللي فيها ومن الجمال اللي فيها. لا تقولي لندن، انت شنو عمي عيد بارك وسلفرجز وهاردز. مصر ما اللي صورته واللي زرته ما يجي، هذا شيء بسيط. ما شفتوا شيء باذن الله. لنا زيارات ولنا تغطيات لها اجمل واحلى، وراح تنصدمون. انا اقول لكم اجمل دولة بالعالم مصر. انتوا شفتوا القاهرة بس ما شفتوا اسكندرية، ما شفتوا الغردقة، ما شفتوا شرم، ما شفتوا الجونة، ما شفتوا شيء.